جاي اكلمك على فكره بسيطه جدا تقدر تعملها عشان تحقق مفهوم الدخل السلبي ايا كان انت مين او ايا كان انت مجالك ايه. بس قبل اي حاجه اقدر اقول لك دلوقتي تقدر تسجل معايا استشاره مجانيه لمده ساعه عن طريق الرابط اللي هسيبه لكم تحت في الفيديو ده. في الاستشاره دي تقدر تتكلم معايا بخصوص اي موضوع انت حابه، مش لازم بس بيزنس، تقدر تتكلم معايا بخصوص مشكله انت بتمر بيها، عندك وجهه نظر، موضوع حابب تتناقش فيه، مفيش فيه اي مشكله. الاستشاره دي مش مختصه بفكره البيزنس يا جماعه، مختصه باي موضوع انت حابب تتكلم فيه. كل اللي عليك تعمله زي ما هو موجود كده او زي ما هو طالع قدامكم، انك هتدوس على الرابط، هتخش وبعد كده هتختار اليوم وتختار الساعه، وبعد كده تدخل اسمك والايميل بتاعك، بعد كده تدوس كونفيرم وهيجي لك على الايميل الرابط اللي عن طريقه ان شاء الله نقدر نحضر الجلسه الاستشاريه مع بعض باذن الله. دلوقتي خلينا نرجع لموضوع الحلقه. لو انت اساسا مش عارف يعني ايه الدخل السلبي، فخليني اقول لك الاول قبل اي حاجه كده، الدخل السلبي هي الشغلانه او هي الحاجه اللي انت بتعملها اللي بتجيب لك فلوس من غير ما يكون مطلوب منك كل مره انك تضيع وقت او تبذل مجهود. يعني لو جيت فكرت فيها كده انت هتلاقي انت عشان تكسب فلوس انت لازم تعمل مجهود ولازم تضيع وقت. انت شغال موظف زي ما انا شغال موظف وكمان شويه عندي الشغل، انت لازم تروح الشغل عشان خاطر تاخد فلوس اخر الشهر. لكن الدخل السلبي عكس كده تماما. الدخل السلبي هي ممكن تكون انت قاعد في بيتك زي ما انا دلوقتي قاعد معاك بتكلم، بصور فيديو، وفي نفس الوقت اللي انا قاعد بتكلم فيه معاك ده في فلوس عماله تخش في حساب البنك بتاعي. مش مطلوب منك كل مره تبذل مجهود وتضيع وقت عشان تكسب فلوس. ده مفهوم الدخل السلبي بمنتهى البساطه. الفكره دي هي اكيد انت في حاجه في حياتك انت متميز فيها ايا كان المجال بتاعك، انت صيدلي، انت دكتور، انت مهندس، انت تجاره، انت حقوق، انت اداب، ايا كان المجال اكيد في حاجه في الدنيا انت تعرفها، اكيد انت عندك وجهه نظر في الحياه، اتليست عندك وجهه نظر في الحياه. ولو انت ما عندكش اي حاجه وانت شايف ان انت ما عندكش اي حاجه، اختار مجال معين انت حابه وتعلمه عن طريق الانترنت. عندك فيديوهات على اليوتيوب مغرقه في كل مجال، تعلم اللي انت عايزه، شوف اللي انت عايزه وتعلمه. بعد كده هتعمل ايه؟ ركز بقى في اللي انا هقوله لك ده كويس قوي. بعد كده تقدر تخش على الويب سايتس اللي انا هسيبهم لك تحت في الرابط ده اللي هم يوديمي او كورسيرا، وتقدر تعمل كورس بسيط جدا عن المجال اللي انت حابه، او انت عايز تعمله كورس معقد جدا، دي حاجه ترجع لك. الهوا هنا شديد جدا مش هعرف اكمل الفيديو ولا لا. بمنتهى البساطه عشان ما اطولش في الحلقه، انت خد الحاجه اللي انت فاهم فيها او الحاجه اللي انت اتعلمتها، خش اعمل ليها كورس محترم، سواء كان باوربوينت، سواء كان بريزي، سواء كان يوتيوب فيديو زي اللي انا بعمله، اعملها فيديو الحاجه اللي ترجع لك، وخد التوبيك ده او خد الموضوع اللي انت عملت عليه الفكره بتاعتك ونزلها على يوديمي او كورسيرا. اللي هي دي لو حد مش عارف ايه هي المواقع دي مواقع بتبقى موجود عليها كورسز اونلاين، بتبقى في منها كورسات فور فري وفي كورسات منها لازم تدفع فلوس عشان تعملها. خلي الكورس بتاعك في الاول فور فري لحد ما تجمع ريفيوز ولحد ما تجمع اراء ناس كويسه ولحد ما تلاقي الناس فعليا بتستجيب للكورس بتاعك. وبعد كده لما تلاقي ان في ريفيوز كتير او في تعليقات كتير من الناس انها بتمدح في الكورس بتاعك والكورس بتاعك عاجبهم، تقدر بعد كده تحول الكورس بتاعك اللي انت منزله على يوديمي او كورسيرا من انه يكون فري انك تحطه بمبلغ بسيط يكون طبعا متناسب مع باقي الكورسات اللي موجوده على الويب سايت اللي ليها علاقه بالموضوع بتاعك. دي الفكره البسيطه اللي لو جيت فكرت فيها هتكتشف انك انت اساسا في حياتك عندك فاهم حاجات كتيره جدا، سواء كان في الدنيا عامه او سواء كان في مجال متخصص انت متخصص فيه. خد كل حاجه من الحاجات دي، اتعب عليها مره واحده، او اتعب عليها مش مره واحده، اقصد يوم واحد او ساعه واحده، لا تتعب عليها مره واحده. يعني مثلا تتعب عليها اسبوع، شهر، ايا كان، هتحولها لكورس. خد الكورسز دي ونزلها على يوديمي او كورسيرا، وساعتها هتقدر ان شاء الله تحقق مفهوم الدخل السلبي، ومش هيكون مطلوب منك كل مره انك تشتغل عشان تجيب فلوس. مجرد اي حد يخش يلاقي الكورس بتاعك كويس هيخش يدفع لك الفلوس، الفلوس هتجيلك على حسابك في البنك. حتى لو انت خارج مع اصحابك، انت بتتفسح، انت بتعمل ايا كان اللي انت بتعمله. وده كان الفيديو البسيط بتاعنا النهارده. وزي ما قلت لك ما تنساش الرابط اللي موجود اسفل الفيديو لو حابب تسجل معايا استشاره مجانيه. وزي كل مره وفي اخر كل فيديو خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام.